اليقين بالجزاء. اليقين بالجزاء يعني ايه؟ اليقين بالعقوبة. عقوبة الذنب ده الإنسان لو موقن بعقوبة الذنب وأنه سيحاسب. يعني احنا لو قلنا مثلا اللي مش هيصلي الفجر أول ما يطلع من الجامع عربية هتطصه مثلا، خلاص، أو أي واحد مثلا هيغتاب لسانه هيتقطع، لو ان الواحد موقن ان هذه عقوبة حادثة لا محالة، مش ممكن حد ما يصليش الفجر ومش ممكن حد يغتاب حد. طب هو ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هو ده كان ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. النهارده وسائل الاعلام بصوا عليهم وبيتكلموا النهارده افتراء الكذب وصناعة. عجبني فيلم اسمه ايه؟ صناعة الكذب. الكذب صناعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أناس رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، شاف ايه في الرؤيا؟ رأى أناسا يعذبون في قبورهم بصورة، واحد يشرشر من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه بكلوب من حديد. بيتعذب كده في القبر. ليه؟ عشان كلمة قالها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، مين اللي بيحصل فيه كده؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. النهارده الأخ فلان المذيع في القناة الفلانية ولا المذيعة في المكان الفلاني تكذب وينتشر هذا أعلى مشاهدات برنامج كذا، بيشوفوا 3 مليون مش عارف ايه 4 مليون واحد، ده غير بقى اللي بيشوفوا على اليوتيوب. طيب بيعذب بهذا. هل الراجل ده لو ايقن بان هو هيتعذب كده في القبر اول ما يموت، دي طريقه تعذيبه في القبر، هينطق بالكذب دوت وهيصنعه وسيروجه؟ مش ممكن. فاليقين بالجزاء ده امر اساسي، يجعل الانسان لا يحتقر